السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وكل ام بخير وبصحة وسلامة يا رب، ويبارك لها في اولادها اللي بتفرحهم. كل عيد ام كده بتفرح بهدايا الاولاد. النهارده اولادي بقى جابوا لي الاير فلاير او القلايه الهوائيه دي. بصراحه انا كان نفسي فيها من زمان قوي. اتفاجئت يا عيالي النهارده جايبينها لي بقى في هديه عيد الام. حبيت اعمل لكم ريفيو عليها. دي ارخص قلايه في السوق بصراحه، حاجه جميله جدا ومجربه. واحده صاحبتي جايباها ومجرباها وبتشكر فيها قوي. اسمها سيلفر كريست. دي 2400 واط وهي 6 لتر. هي صناعه معرفش هم عاملينها هنا ألماني، بس انا مش عارفه بجد هي كده ومصنعه في مصر ولا ايه، مش معرفش. انا اهم حاجه عندي ان كله بيشكر فيها وتعتبر ارخص حاجه في السوق. هعمل لكم ريفيو عليها. افتحها كده. اول ما نفتحها هيبان دي القاعده. هطلعها دلوقتي. انا طلعتها اهي. ليها القاعده بتاعتها دي. اول ما بنفتحها كده دي ساعة الحلة بتاعتها 6 لتر. بنحط طبعا احنا فيها دي جوه كده عشان لما حبينا نشوي فرخة يعني نحط اي حاجة فيها تحط بالطريقة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا باين اهو السخان والمروحة. دي مروحة عشان توزع الحرارة، وده سخان هتحطيها بالطريقة دي. طبعا هجرب معاكم دلوقتي ونحملها. هنا بقى من فوق مبين لك الشرح كل حاجه. لو حابه مثلا تعملي البيتزا بيديكي مثلا ايه، هو بيبرمج نفسه بنفسه، مديكي البرنامج متبرمج لوحده. يعني البيتزا بتاخد معاكي 10 دقايق بس ودرجه الحراره 200. حبينا نعمل بطاطس هتاخد معاكي 35 دقيقه، نص ساعه، ودرجه الحراره بتبقى 45. هنا مثلا لو تشيكن فراخ 30 دقيقة. وهنا لو لحمة، هنا لو حبيتي تعملي كيكة اي حاجة مديكي كل حاجة على المدة المعينة ودرجة الحرارة هتبقى ايه. هنا بقى هنشوف الديجيتال هنشغله زي ما انتم شايفين كده. اول ما شغلتها هنا ده الاوف او الاون، هنشغلها كده. هندوس هنا هيشتغل معاكي البرنامج. هنا بقى لو حبيتي تسخني حاجه، هنا الهوت ده تسخين اهو. التسخين لمده ايه 15. هي انا كده شغلتها على التسخين. هطفيها من هنا. خلاص يا جماعه. هنا بقى لو حبيتي تعملي لحمه، هنا فراخ، هنا سمك، هنا البطاطس، هنا البيتزا، فمديكي كل حاجه. هنا تسخين بس، يعني لو عندك زي ما قلنا البرنامج محدد نفسه. هنا برضو لو حبيتي تقلي شيبس بطاطس تقلي البطاطس، وهنا الفراخ او اللحمه. وده التوقيت لو حابه مثلا وقت معين. انا هجرب معاكم البطاطس. انا دلوقتي بصوا معايا بطاطس حط لها معلقه او رشه زيت واحده بس، معلقه واحده شايفه. هنحط هنا بقى نطلع ونحط البطاطس هنا شايفين اهي. رشه زيت واحده بس. هبدا احطها هنا اهو. نقفلها جامد كده وهنشغل على شيبس اللي هي بطاطس بالطريقه دي. هنا البرنامج بقى محدد نفسه، يعني هما هيدوني اهو. هي كده اشتغلت زي ما انتم شايفين لمده البطاطس 18. اول ما هتفصل لوحديها. انا هبقى معاكم خطوه خطوه اهو لحد ما تفصل، وهوريكم البطاطس هتطلع ازاي. هتبقى بجد جميله، ولا زيت ولا غلاء الاسعار اللي احنا فيها دي. يعني بصراحه انا عجبتني عشان موفره جدا، حلوه، احلى من الميكروويف. الميكروويف تسخين بس، لكن دي بنسوي فيها الحاجه يعني بنقطه زيت واحده. هتحمري بطاطس، بتنجان، هتشوي فيها الفراخ، هتشوي فيها سمك. صحيه جدا جدا.
بجد عجبتني قوي، وربنا يخلي لي ولادي وكل ام يبارك لها في اولادها يا رب، زي ما بيفرحونا بالهدايا الجميله اللي بيجيبوها لنا. حتى لو ابسط الهديه بتفرح بجد، يعني كل ام بتفرح ان اولادها بيهتموا بيها وبيجيبوا لها هدايا زي ما انتم شايفين اهو. الوقت لسه نص ساعه طبعا، انا عشان الفيديو ما يطولش هفصل معاكم، وبعد نص ساعه هطلعها واوريكم البطاطس بقت ازاي. كده خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، فاضل دقيقه وهتخلص. هي كده بتديكي دي ان هي خلاص كده خلصت. هنبدأ بقى نطلعها. نبدأ بقى نطلعها زي ما انتم شايفين كده اهو. وعادي جدا وهي شغاله ممكن تشوفي الحاجه عملت استوت ولا لا، يعني مش شرط ان انت مجرد ما تشغليها ما تفتحيش عليها، لا عادي تفتحي عليها. شايفين بطاطس ما شاء الله عليها محمره ولا نقطه زيت. عايزه اوريكم ثواني. بصوا حاجه جميله جميله بجد. بصوا طريه جميله جدا والله، ما حطيتش غير رشه زيت واحده بس. شايفين الجمال يا جماعه، ولا ناشفه ولا حاجه خالص، طريه وزي الفل بجد بجد. حاجه جميله جدا تستحق التجربه. انا بنصح اي ام حابه تجيب لبنتها في جهازها تجيب لها الفلاير ده. حاجه جميله بجد، موفره في الزيت وسريع في التحضير، يعني مش بياخد وقت خالص، وفي نفس الوقت صحي عن الميكروويف. حاجه جميله جميله بجد والله، يعني انا منبهره بجد بالجمال. البطاطس اللي طالعه من غير ولا نقطه زيت وطريه وحلوه خالص. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم يا حبيبي ويا حبايبي، وتجربوها. لكل عروسه حابه ان هي تشتري هاتوها بجد. قلايه جميله جدا ورخيصه جدا، يعني السيلفر كريست ده حاجه جميله جدا بجد، يعني ارخص سعر في السوق فعلا، بس حاجه نظيفه. انا كنت خايفه في الاول منه لانه ماركه مش هو معروفه، بس يعني قليل اللي بيستعمله، بس بجد لما استعملته حاجه جميله جدا ومضمونه جدا ورخيص جدا. ده كان نازل عليه عرض ب 1800 جنيه، فبصراحه عيالي جابوهولي في العيد الام، فحاجه جميله وموفره وجميله. وجربوها يا جماعه بجد هيعجبكم وهتنبهروا من النتيجه دي. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، وكل سنه وانتم طيبين وكل ام بخير وصحه وسلامه يا رب.